لو انت بتسوق عربيات مانوال فتعال اقول لك على شويه حاجات مدارس تعليم السواقه مش هتعلمها لك. اول حاجه مهم جدا وانت ماشي بالعربيه بتاعتك ما تحطش رجليك الاثنين على الارض زي ما انت شايف كده، عشان خاطر لما تحتاج تدوس على الفرامل او تحتاج تدوس على الدبرياج دايما رجليك تبقى مستعده عليهم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دايما وانا ماشي باستمرار فلازم رجليا الشمال تبقى قريبه جدا من الدبرياج ورجليا اليمين تبقى قريبه جدا من الفرامل لو انا مش بدوس على البنزين. طيب انا لو بدوس على البنزين فخلاص انا رجليا اليمين كده كده دايسه على البنزين، بس انا لو مش بدوس على البنزين فهنا في وضع في السواقه اسمه وضع الديفنس. يعني ايه وضع الديفنس؟ وضع الديفنس ان انا ابقى حاطط رجليا الشمال على الدبرياج ورجليا اليمين على الفرامل، بحيث ان لو حصل قدامي اي حاجه الحق بسرعه ان انا ادوس دبرياج وفرامل واقف بسرعه جدا. طيب مدارس السواقه دايما ما بتقوليش ليه على النقطه ديت، عشان خاطر في مقوله كده بتطلع بيقول لك ان انت لو سندت رجلك على الدبرياج بتاع العربيه فدي حاجه بتؤدي ان الديسك والاسطوانه بيضعفوا بسرعه جدا، وديت مقوله صح جدا وانا معاك في النقطه ديت. بس انا هنا بقول لك حط رجلك على الدبرياج ما تدوس